بسم الله الرحمن الرحيم. تحية حقوقية من المناضل والناشط الحقوقي والإعلامي والمعتقل السياسي السابق ضريبة وطنية. هذا الفيديو من المستشفى الإقليمي ببرشيد الرازي حول الحالات المستعصية للنساء. شيء خطير. الجينيكو الأطباء الجراحة بمدينة برشيد لا يتوفرون على أطباء جراحة أمراض النساء والتوليد. الحالات المتعصية، ذهبنا بالأمس إلى مدينة سطات المرة اللي فاتت الحمل ديالها في جراحة أمراض النساء ب4 أيام. مدينة برشيد لا تتوفر المستشفى الإقليمي جينيكو جراحة أمراض النساء والتوليد. من دابا الرفد ديالها من مدينة سطات وجابوها الناس، ودابا غيعطيو واحد الورقة باش يديوها لأبنوس المستشفى الإقليمي حول الخروقات والفساد. أينكم المنتخبون والبرلمانيون اللي جاءوا من باللجنة البرلمانية اللي كيترأسوها هذوك الكتابة؟ الأمور كلها واضحة، والساكنة تعاني بنقص الخدمات بمستشفى الإقليمي. هذا موضوع ديال وزير الصحة والبرلمانيين هذوك اللي كيمثلوا غير النفوس ديالهم ولا يسكنون في مدينة برشيد. هذا الفيديو حنا كنوجهوا الاستنكار ديالنا التام والاحتجاج على البرلمانيين والمنتخبين لجماعة برشيد لا يمثلوا ساكنة مدينة برشيد والإقليم. مستشفى الإقليمي لا يتوفر على جينيكو الأطباء والطبيبات في جراحة النساء والتوليد. هذا شيء خطير، شيء يؤسفنا ويؤسف ساكنة مدينة برشيد والإقليم، بأن الحالة المستعصية في أمراض النساء والتوليد ولاو كيحكموا عليهم بالإعدام، كلهم كيموتوا لهم الأطفال اللي في الكرش ديالهم. وهذا استنكار ديالنا التام حول البرلمانيين لا يمثلوا ساكنة مدينة برشيد أو الإقليم، وهم البرلمانيين لا يسكنون في مدينة برشيد، يسكنون في مدينة الدار البيضاء. حنا تابعين هذه الحالة. حنا دابا جئنا إلى مستشفى الإقليمي المستعجلات من أجل رسالة استعجالية بمستشفى موريزكو بمدينة الدار البيضاء. هذا شيء خطير. النساء يعانون، النساء يموتون، الأطفال يموتون بمصلحة الولادة المستعصية اللي هما لا يراعون للفقراء والطبقة الهشة حول الخروقات والفساد المستشري في القطاع الصحي. والقطاع الصحي نصفوه بالكارثي. ومن هذا المنبر حنا كنوجهوا الاستنكار ديالنا لوزير الصحة العمومية لمدينة برشيد والإقليم. لا تتوفر الأطباء والطبيبات الجراحة في أمراض النساء والتوليد والحالة المستعصية اللي كيموتوا فيها النساء والأطفال. هذا شيء خطير. هذا الفيديو نوجهه إلى الأحرار وكل الشرفاء بمدينة برشيد والإقليم حول الفساد المستشري. الوضع الصحي كارثي بمدينة برشيد. هذا موضوع ليس موضوع ديال المندوب أو مدير المستشفى الإقليمي، هذا موضوع ديال البرلمانيين النائمين لا يمثلوا الشرعية القانونية لساكنة مدينة برشيد والإقليم. والاستنكار ديالنا التام حول الفساد المستشري للقطاع الصحي. لو دخلنا المستشفى الأمراض العقلية أشياء خطيرة جدا، الإهمال والتجويع والوسخ والقمل. الله يا ودي، حسب الله ونعم الوكيل. نحييو جميع الأحرار باش تبارطاجيو هاد الفيديو يوصل لكل البرلمانيين الناعمين لا يمثلون سكينة مدينة برشيد
والإقليم، لأن الوضع الصحي نصفوه بالكارثي. وتحياتي لكل الأحرار وكل الغيورين بمدينة برشيد والإقليم. بارطاجيو باش يعرفوا بأن مدينة برشيد كاين إقصاء، تهميش، إهمال المرضى بمستشفى الإقليمي الرازي. لا تتوفر الأطباء جراح الأمراض النساء والتوليد، لأن النساء يموتون والأطفال يموتون. وأينكم دولة الحق والقانون؟ الانتقال الديمقراطي جاءوا من أجل شراء الدمم وشراء الضمائر والنهب، سرقة المال العام. والحديث بقية، والسلام عليكم.